وعلشان نحضر حمسة الجبنة بتاعتنا هيكون معايا معلقة كده من الزيت في الطاسة على النار، وهبتدي احط فص واحد كده من التوم مفروم، هفضل اشوحه كده لحد ما يحمر معايا. تمام. بعد كده هيكون معايا معلقتين من عصير الطماطم وعليهم طماطمايه كده متقطعه كده صغير، هبتدي ان انا اضيفها على التوم وهقلبهم كده شويه. بعد ما اقلبهم هسيبهم كده قد دقيقتين على النار. تمام. وبعد كده هبتدي انزل بالتوابل بتاعتنا، هيكون ملح وفلفل اسود، وهقلبهم. وبعدين هبتدي اضيف كده رشة من الزعتر هتدينا طعم حلو جدا. هيكون بقى معايا فلفل متقطع قطع صغيرة، هبتدي ان انا اضيف له، عايزة تضيفي فلفل رومي اكتر من كده ضيفي. تمام. ده قرنين من الفلفل معايا، وهقلبهم كويس وهسيبها بس لحد ما تتسبك. وبعد ما الصلصة كده اتسبكت معايا هجيب جبنة فيتا وهبتدي ان انا احطها كده في النص هنطبخها. اي نوع جبنة فيتا. تمام. وهرش على وشها كده رشة من الزعتر. بعد كده بقى هبتدي ان انا اغطي الحمصة بتاعتنا لحد ما الجبنة بتاعتنا تتطبخ، هتاخد بقى معانا 5 دقايق كده على نار هادية. بعد كده هتلاحظوا ان الجبنة بقت مطبوخة معانا كده وبقت كريمي. بعد ما اخدت 5 دقايق كده هنبتدي ان احنا نضغط عليها كده نقلبها كده في الطماطم. تمام كده. وكده هتبقى جاهزة معانا. الحمصة ممكن تتاكل هي وسخنة وممكن تتاكل هي وباردة، وبرده ممكن تتاكل هي ودافية، في كل الحالات طعمها حلو، بس انا بفضل ان هي تتاكل هي وباردة احسن. وكده بقى جهزت معانا، سهلة خالص ومش بتاخد وقت كمان وطعمها حلو.